انت عندك تليفون من السيده هند رستم. ايوه. السيده فاتن حمامه، وفاتن حمامه كانت ساكنه ورانا هنا. ايوه. في عماره ليبون. ايوه. ايه بقى؟ هي كانت ساكنه هنا وبعدين نقلت. في وبقينا مرحلة نوديها تانية. العربيه لغايه بيتها القاهره اللي- الجديده. آه. ايوه. وكان يجي اخوها السيد سعيد حمامه بنفسه المحل وياخد لها حاجتها ويجي بالطلب. هي تطلب وهو يجي يباشر الطلب معمول لها ازاي. وبعدين الناس دي اتعرفت عندنا في الشركه. فمثلا كان الفريق صفي الدين ابو شناف مثلا من زبايننا كل يوم هنا. فكان لما يجي يطلب الشركه يقولوا اوردر الباشا، يعني عاملينه بحب للباشا، معروف ان هو مين. فكره انك انت بقى عندك مخبز كل حاجه بتصنع فيه بحب، يعني انت مش قضيه زبون. انا مش شايفك بتتعامل مع زبون، يعني بتتعامل مع كل الناس معارفك، دايره معارفك. وطبعا هنا من اصدقائنا الاديب الراحل بهاء طاهر. طبعا طبعا وحد الغروب. استاذ الكاتب الكبير الراحل محمود صلاح. حقيقي. يعني كان ترابيزتهم هنا المكان ده. حقيقي. يقعدوا يوميا دردشه يوميا طويله. مرتين في اليوم. مرتين في اليوم، يعني حتى بهاء بيه طاهر او الاستاذ بهاء طاهر لما كان يجي مع مراته او مع الكتاب التانيين كان يجي مرتين في اليوم، مره مع الكتاب والادباء ومره مع العيال، مع مراته مع البيت. بص يعني هو مجرد ما بتدخل من المكان هنا عندك بتحس انك اتنقلت حقيقي لزمن تاني. قدرت تحافظوا على ده ازاي؟ يعني انا عارف موضوع خلاص التطوير وريحه المكان نفسها، قدرت تحافظوا عليها ازاي؟ بص انا هتكلم على الفتره الاخرانيه، كانت صعب جدا لان نتيجه للتغيير السريع جدا في عالم المخبوزات والحلواني. الحلواني اتغير خالص عن من 50 سنه فاتت او من 100 سنه فاتت او من 125 سنه فاتت. المشكله عندنا ان احنا عندنا الزبون عايز الحاجه بنفس الشكل وبنفس الطعم القديم. يعني انا حته البسبوسه اللي اكلتها من سنين تاخدها نفسها نفس بلونها بشكلها، مش قابل التطور. لا مش قابل، مش راضي بالتطور. طب وانت عملت في المشكله دي ايه بقى؟ حافظنا على القديم ودخلنا الجديد لغايه ما وصلنا ل 1400 ايتم. انا عارف ان انت ايدك في الشغلانه، مش مجرد صنايعي. يعني الصنايعي ده يعني خليني افسر معاك بقى الفرق بين الكنافه مثلا اللي بناكلها في رمضان والبسبوسه اللي بناكلها في رمضان من 20 25 30 سنه والنهارده. انا واحد من الناس برفض التطور بتاع، انا عايز طعم الكنافه القديم والبسبوسه القديم. انت كصنايعي تعاملت في مطبخك بقى مع الشغلانه دي؟ اول حاجه ده سؤال جميل جدا واجابته مش سهله قوي، بس انا هحاول اجاوبها بالسهوله اللي انت سالت بيها السؤال ده. اولا انت بتحافظ على القديم. المحافظه على القديم ده عن طريق المحافظه على الماده الخام، الرو ماتيريال بتاعتك لازم تكون صح. يعني نفس الدقيق، نفس السمنه، الدقيق، نفس السمنه، نفس الكريمه اللباني، نفس طريقه عملها. احنا عندنا مشهورين ان احنا السكر بتاعنا قليل قوي في كل منتجاتنا. فاحنا زبوننا اول حاجه يعملها يدوق يشوف فيها سكر ولا لا، قبل ما يشوف السمنه وقبل ما يشوف الكريمه. ده من زمان، طول عمرنا، ده المطبخ القديم طول عمرنا. انا عندي اصناف ما حدش بيعملها في مصر الا انا. من القديمه طبعا كلها محافظ عليها، دي ما اقدرش. طب مش هيسمحوا لنا يعني. يعني زي ايه الاشهر حاجه عندك؟ كفايه صبلين مربى. طبعا اجيب افرجك عليه السويس رول بانواعه. كلمني على الثلاث فرسان اللي بداوا المشوار من 125 سنه. كان مين وفين؟ هو الذاكره بتقول لنا ان هم كانوا موجودين هنا وفي الدقي وفي وسط البلد. ده فتحوا الثلاث محلات مع بعض. وكانوا بيقولوا كان في محلات تانية في مصر الجديدة وبس اتقفلت مع العدوان الثلاثي في 56 وما فتحوهاش تاني عشان المشوار يعني. فاحنا موجودين في منطقة الزمالك والدقي ووسط البلد من فوق ال 125 سنة. انت معاك بقى الحاجات الدوكيومنتيشن كلها، كل الوثائق. احنا عندنا صور، والعربيه الكارو بالحصان بتاعت سيمنز بتوصل لقصر الملك. احنا كنا الحلواني بتاع الملك.